طيب النهارده احنا جايين نتكلم عن اخطر كائن عرفته البشريه. كائن قتل اكتر من ملايين الاشخاص على مدار التاريخ وكان له تاثير في الحرب العالميه الثانيه. الكائن ده هو انتوا بتهزروا يا ابني ولا ايه النور؟ مين اللي كتب السكريبت ده يا باشا؟ ناموس ايه يا ابني اللي انت جاي كده؟ هو عشان ما خلاكش تنام امبارح بقى اخطر كائن في البشريه؟ ما هي مش ماشيه كده. شارك في الحرب العالميه الثانيه اللي هي النووي متاكد انت؟ يعني انت المفروض كاتب سكريبت يعني مش انا اللي بقرا غلط يعني طيب هو المفروض كاتب حاجه يعني في حرب عالميه تانية وفي شغل وفي بتاع، فمش عارف الصراحه. والله انا ما اعرفش حاجه عن اللي بيحصل ده، بس اللي اعرفه ان الناموس ده كائن لزج. بس انا في شويه كلام في زوري محشورين عن الناموس الصراحه عايز اقوله. يعني نبدا الاول بالنقاش اللي كان بيدور بينك وبين صحابك وانتوا قاعدين على القهوه. والنقاش ده بيبقى اللي انت بتحب الصيف اكتر ولا الشتاء؟ طبعا هتلاقي صاحبك العميق اللي عامل فيها قارئ ده بيقول لك انا بحب الشتاء عشان الدفى والمطره ويحسسك انه من حواري مانشستر. هو اساسا بيبقى صاحي من الساعه 6 الصبح نازل الشغل او الكليه، بيعيط وهو بيشيل بطانيه من فوقه وبيبقى لابس كلسونين فوق بعض، ولو يطول ينزل بالبطانيه هيعملها عادي. والسلام لو الشارع مطر عليه وهو بره، يعني ساعتها بقى بتتحول للعبه اتاري. يعني بتبقى ماشي في الشارع، يا هو ما بيبقاش ماشي حرفيا، هو بيبقى طوب انت بتقعد تنط عليه من طوبه للثانيه، عشان طبعا لو وقعت هتتبهدل من الطينه. طبعا لو وقعت بترجع بيتك تاني بقى تغير وتحاول مره اخرى. بس مهما كان ده يبقى ارحم من صاحبك اللي بيحب الصيف. ابو تقل دم امك ما بحبوش الواد ده خليل. انت يقول لك يا عم ده الصيف يعني مصيف وخروجات، هو اساسا قاعد معاكوا شوكوك ليه 15 جنيه للقهوجي وبيدور على مين فيكم هيحاسب له على الشاي، وبيبقى بيجيبوا 5 جنيه دي غالبا اللي هيروح بيه. ده في الصيف اللي هو بيحبه، ده مصدر التهويه الوحيد بتاعه بيبقى البوكسر اللي حاطه في الثلاجه عشان يسقع. بس على الاقل بالنسبه لي الشتاء بيبقى ارحم من الصيف شويه، عشان ما فيش الكائن الرخم اللزج اللي اسمه الناموس. شويه حقائق سريعه عن الناموس. هو ان لا يمكن دلوقتي انا لسه ما خلصتش. طبعا انا عارف ان كلنا الناموس علم علينا حرفيا، يعني علم علينا بجد. يعني انا قبل كده عادي كنت صاحي من النوم داخل اتوضى، لقيت الناموس ما شاء الله يعني عامل ممر طيارات على كعب رجلي. ده غير طبعا النقط الحمراء الكتير اللي هو سايبها على وشي. يعني هو كان بيتعامل مع وشي ده تقريبا على انه اوبن بوفيه، يعني هو بيجرب بقى بيشوف انهي حته اطعم، انهي الدم هنا ألذ تقريبا. لا هو المشكله ان هو مش بيكتفي ان هو يمص دمك بس، لا هو ممكن يبقى قاعد زهقان عادي فيجي يزن جنب ودانك شويه، اللي هو لا انا مش همص دمك وخلاص، انا همص دمك وازن جنب ودانك عشان تقعد تونسني على ما امص دمك، وممكن بقى بجيب لك امراض خطيره في النص كده، يعني على حسب المزاج. صعبت على نفسي. بس معلش بقى انا عندي كذا سؤال. يعني اشمعنى الناموس بيظهر في الصيف؟ واشمعنى الناموس بيبقى قافش في واحد طول القعده ما بيقرص غيره؟ يعني الكل بيبقى قاعد طبيعي في القعده الا الشخص ده، والناموس بيبقى متكيف منه. اخيرا. طيب بالنسبه للناموس هو دايما بيفضل المناطق الحاره والرطبه زي الغابات مثلا، او المناطق اللي بتبقى فيها الميه راكده مثلا زي البرك والكلام ده، وعشان كده هو موجود في كل قارات العالم ما عدا القاره القطبيه الجنوبيه. وعشان برضه ما فهمناش اشمعنى مش موجود في القاره دي. Why are we still here? Just to suffer? لا مفيش، ما عرفش يطلع فيزا. طب انا اسف على الافيه ده. طبعا نرجع للناموس تاني. عايز اقول لك ان الناموسه اللي انت مستقل بيها دي عملت بلاوي على مدار التاريخ حضرتك. يعني يقال ان الاسكندر الاكبر مات بسبب ملاريا انتقلت له من عضه ناموس. يعني تخيل حضرتك الاسكندر الاكبر ممكن تكون ناموسه اللي خلصت عليه عادي خالص. ونيجي في الحرب العالميه الثانيه، امريكا كانت بتحارب عدو لا يستهان به، قتل 22,000 جندي اوائل صيف 1943. هو ابو شنب ده انا عارفه. لا حضرتك ده كان ناموس. ايوه زي ما سمعت كده. في جزء كبير قوي من ضحايا الحرب راح بسبب الملاريا اللي الناموس كان بينشرها. يعني دي لما تيجي تزن جنب ودانك كده وتقومك من النوم تقوم تدي تعظيم سلام وتصدر قفاك من غير رغي، شمر لها رجلك عشان لو عايزه تبلع ولا حاجه. سعادة الباشا وعيش يا باشا، عيش وسيبنا عيش. وامريكا طبعا ما لقتش حل غير انها تستخدم السلاح السري والبطل اللي هينقذهم من العدو الفتاك اللي هم كانوا بيواجهوه. احنا خلي بالك احنا بنتكلم عن ناموسه. السلاح اللي بتكلم عليه هو الدي دي تي، اللي اتضح بعد كده ان هو مش منقذ قوي برضه. يعني اتوصف ان هو اسوأ ماده كيميائيه اخترعها الانسان، وده كان لكذا حاجه الصراحه. يعني زي ما قلت لك قصه الدي تي تي بدات فعلا ان هو المنقذ في الحرب العالميه الثانيه، وقلل ضحايا الحرب بنسبه كبيره قوي، وخلى الامريكان يتمكنوا ان هم يحرروا روما في 5 يونيو بعد ما كانوا مش عارفين يتحركوا بسبب الملاريا وعدد الضحايا اللي سببها المرض ده اللي كان الناموس هو اللي بينقله. وفي عالم اسمه بول ميلر خد جائزه نوبل عشان اكتشف استخدام الدي تي تي كمبيد حشري، وبسبب الماده دي تم القضاء بنسبه 100% على الملاريا في امريكا. وفي جنوب افريقيا المرض انخفض بنسبه 80%، وفي الهند نسبه وجود المرض تقريبا بقت منعدمه. كل ده بفضل الدي تي تي. يعني بالمختصر الماده دي انقذتنا من رسام مجنون تشرشل طلع مدح فيها وقضى على مرض كان عمال بيموت في الناس وبيزود عدد الوفيات كانه بيلعب ببجي، وفعلا الماده دي انقذت الاف الارواح من الموت. ولكن انا كان قلبي حاسس ان في خازوق. في 1990 واحد اسمه الكسندر كينج، ده مؤسس منظمه مهتمه بالتحديات اللي بتواجهها الانسانيه ومستقبل الانسانيه عامل ازاي
والكلام ده كله. يعني المهم ان هو راجل ليه صوت مسموع. يعني المهم ان الراجل ده طلع وقال على قد ما الدي دي تي كان فعلا مهم وساعدنا وساعد في دوله زي جوانا ان هو يقضي على المرض في خلال سنتين بس، الا انه كده ساعد ان عدد المواليد يزيد وضاعف عدد المواليد، وبالتالي الموارد قلت والموارد ما بقتش مكفيه الكل، وده حاسس ان الدي دي تي بقى سبب في مشكله التعداد السكاني. شفت الحوار ده فين قبل كده؟ لكن الضربه القاضيه للماده دي جت سنه 1962. عالمه احياء اسمها ريتشل كارسون نزلت كتاب بعنوان سايلنت سبرينج. الكتاب ده كانت بتتخيل المدينه بتاعتها ما بقاش فيها طيور ولا حياه بيئيه متوازنه بسبب المبيدات الحشريه والمصانع وعوادم السيارات، ومن ضمن الحاجات اللي هاجمتها في الكتاب ده كان الدي دي تي، وادعت انه بيسبب سرطان الثدي وبيسبب ان قشره البيض بتاعه الطيور تبقى اخف، وبالتالي بيهدد الطيور دي بالانقراض. انا يا بنتي طبعا اتعمل دراسات ومعظمها الصراحه اكد ان الدي تي مالوش علاقه باي حاجه من اللي هي قالته ده، او مش بيأثر بشكل مباشر في الموضوع. ولكن اكتشفوا بلاوي بيئيه تانية للماده دي، زي انه ما بيتحللش بسرعه وده بيسبب تلوث للتربه والمياه الجاريه، وبيفضل موجود في اجسام الحيوانات والاسماك لفتره طويله، وممكن ينتقل بين الهرم الغذائي. يعني لو حيوان كان حيوان تاني فيه دي تي بينتقل له عادي. والحمد لله انهوا على الماده دي خالص وتم حظره في الولايات المتحده 1972، وطبعا اتمنع استخدامه في معظم الدول، ولكن حاليا بيستخدم بكميات محدده ومحسوبه في بعض الدول عشان الاثر الكبير اللي هو عمله واتشهر بسببه اصلا هو القضاء على الملاريا. الموضوع ده بيبقى تحت اشراف منظمه الصحه العالميه، يعني بتبقى كل حاجه محسوبه. وانا بقيت الحته المايله. هو في ايه؟ هو انا بقيت الحته المايله يا زمن؟ يا زمن، ده انا وحش الوحوش. بعد اذنك بس لو وصلت للمرحله دي يعني انزل اعمل لايك، مش هاخد منك 10 ثواني، واطلع كمل فيديو. ولو انت مش مشترك معلش لو هتقل عليك تنزل تشترك. ولو انت برضه لسه مستقل بالناموس فخليني اقول لك ان الناموس ده ممكن يبقى اجمل من اي هليكوبتر ممكن تشوفها في حياتك. يعني الناموس عنده رؤيه بالاشعه تحت الحمراء الانفراريد، ودي بيحدد بيها حراره دمك عشان يشوف انهي حته في جسمك هتبقى جوسي بالنسبه له. الناموس برضه بيتشد اكتر لريحه العرق وثاني اكسيد الكربون، فلو لقيت نفسك قاعد في قاعده وانت اكتر واحد بتلبس فيها يعني راجع نفسك في حوار النظافه الشخصيه. يعني استحمى. يعني الناموس برضه عنده الفيفو والديش بتاعه، يعني هو مش بياكل اي حاجه، هو بيميل اكتر للناس اللي فصيله دمهم او. ابراهيم احنا بنجرب الفستان بس. طبعا انت دلوقتي ممكن تكون بتسال نفسك طب ازاي احمي نفسي من الناموس؟ اول حاجه الناموس ما يعرفش يطير في الهواء المتحرك، فلو انت شغلت مثلا تكييف جنبك الناموس مش عارف يجي حواليك. لكن طبعا كلنا كحيانين فالمروحه بتقضي نفس الغرض برضه عادي، ولو ما عندكش مروحه لا انا اللي بكلمك بقى في الفيديو وفر باقه النت احسن. تاني حاجه حاول تغطي جسمك، يعني البس بنطلون طويل، ولو تعرف تلبس تيشيرت صيفي كم يبقى احسن واحسن. يعني مش لازم تبقى قاعد بالشورت في صاله بيتكم، انت لو بتغري الناموس مش هتعمل كده، يعني خدك دي بالنسبه لهم وليمه. بالنسبه للمواد الكيميائيه اللي ممكن تستخدمها، ممكن تستخدم حاجات بتتحط على الجلد زي ديت مثلا تبعد الناموس، ممكن تستخدم اجهزه المبيدات الحشريه وتولع بخور نباتي ده برضه بيطرد الناموس. بس طبعا برضه عشان ما نبقاش ظالمين الناموس، او الناموس برضه ليه فوائد زي انه بيحافظ على التوازن البيئي. بصوا اي حاجه ما تلقالهاش فايده مباشره كده اقول عليها بتحافظ على التوازن البيئي، ولك ان تتخيل ان كمان الناموس بيساعد في تلقيح الزهور. يعني في الحقيقه ذكور الناموس اصلا نباتيين، يعني هو بيرص غير الاناث بتاعته، ولكن ذكور الناموس بيتغذوا على رحيق الزهور وبيساهموا في تلقيح بعض النباتات البريه. يعني العلماء صنفوه على انه اخطر كائن على الكوكب، نشر امراض زي الملاريا وحمى الضنك وحمى الصفراء وزيكا. يعني تخلي يجيلك مرض اسمه زيكا اللي هو، والامراض اللي الكائن ده نشرها قتلت ملايين البشر على مدار التاريخ، بس ثانك جاد ليه اهميه في تلقيح الزهور. يا اخي الطباعه الام دي عليها شويه حاجات طبعا قبل ما الفيديو يخلص بس عايز اشكركم على الكومنتات اللي انتوا كنتوا بتكتبوها لي الفتره اللي فاتت. يعني هي مش فتره الصراحه، 3 سنين انا عارف، بس بجد والله وانا بقرا كومنتاتكم كنت فرحان قوي. فكره ان انتوا حابين الفيديوهات وعايزينها فعلا ترجع وكنتوا بتكتبوا لي في الكومنتات والكلام ده كله فرحني قوي، فشكرا لكم كلكم على راسي والله. فمش عايز اقلبها دراما، قبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، تعمل لايك لو انت لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك، تشترك في القناه وانت لسه اول مره تشوفني، يعني المجهود ده كله مش هياخد منك ثانيه انك تقدره وتشترك. ولو انت عندك فكره نتكلم عنها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله انزل اكتبها تحت في الكومنتات، ولو الفكره عجبتني اعملها واطلع الكومنت بتاعك ان شاء الله في الفيديو. طبعا قبل ما في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.